يصلوا إلى المنتخبات القومية والمشاركة بهم في الألعاب الأولمبية. حول هذا الموضوع مشروع البطل الأولمبي بتنضم معنا الأستاذة سماح المهدي، وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس. برحب بيكي يا أستاذة سماح، أهلا وسهلا بيكي. أهلا بحضرتك. كل سنة وأنت طيبة وبخير. وحضرتك بصحة وسلامة، وكل شعب مصر الجميل بصحة وسلامة، وعيد ميلاد مجيد للأخوة الأكبر. كل سنة وهم طيبين. عايزين نتكلم معاكي عن تنفيذ مشروع البطل الأولمبي بمحافظة السويس، واللي بالفعل مديرية الشباب والرياضة يعني قامت كمان بتكريم بطلات لعبة الملاكمة وغيرها. فكلمينا الأول عن المشروع وإزاي بيتم انتقاء الموهوبين في المجال الرياضي. احنا كان عندنا المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، كان شغال في سنوات سابقة، وتم تفريغ الأبطال منه وتبقى منه بعض الألعاب زي لعبة ألعاب القوى. تم عملية الإعلان عن المرحلة الجديدة في منتصف شهر يوليو الماضي، وتم بدء عملية الانتقاء من آخر يوليو لحد نهاية أغسطس. بعد كده الانتقاء ده بيبقى عبارة عن لجنة علمية بتجيلنا من وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع كليات التربية الرياضية. بيتم عمل اختبارات بدنية واختبارات طبية، دي عامل أساسي جدا عندنا، واختبارات نفسية للمتقدمين. أنا كان عندي شعبة واحدة بس اللي هي شعبة ألعاب القوى. تم بحمد الله افتتاح أكثر من شعبة. أنا بقى عندي تايكوندو، بقى عندي ملاكمة، بقى عندي مصارعة، بالإضافة لشعبة ألعاب القوى اللي موجودة. المرحلة دي بتتم عندي على كذا تصنيف. في عندي مرحلة الناشئين، ده بيبقى أعمارهم من 10 ل 12 سنة، وبعد كده بيليها مرحلة الواعدين، دي بتبقى بعدها سنتين من 12 ل 14 سنة، وبعد كده أبطال واعدين من 14 ل 16، بعد كده الصفوة من 16 ل 18. بعد كده بنوصل للغرض المنشود اللي هو إن احنا يكون عندنا بطل أولمبي يمثل مصر في المحافل الدولية. والحمد لله البطل ده بيكون أخذ كفايته جدا من الإعداد، سواء الإعداد الرياضي المتميز جدا أو الإعداد البدني أو الإعداد النفسي، لأن بيتم الإشراف عليهم في جميع النواحي. طيب عايزين يعني نتكلم عن تكريم بطلات لعبة الملاكمة اللي شاركوا في بطولة الجمهورية اللي أقيمت في الإسماعيلية. حضرتك كرمتيهم يعني، ودول تقريبا خارجين برضو مشروع البطل القومي. أنا فعلا فرحت جدا بيهم، لأن المشروع ده كان لسه بادئ في شهر أكتوبر الماضي، وكان صعب جدا إن هم يحققوا نتائج بالسرعة دي، وكان صعب أصلا إن هم يشتركوا. بس يعني بصراحة كابتن هلا سعد مع المدرب هشام أصمموا إن هم ياخدوا البنات، لأن هم كان عندهم طاقة كبيرة جدا للمشاركة. وفعلا فزنا. جنات صلاح فازت مركز ثاني، وريتاج احمد فازت مركز ثالث، واحنا على المستوى العام اخذنا مركز اول بالنسبه لمركز ناشئين. فده طبعا ادى دافع وقوه دفع كبيره جدا لبقيه الانشطه اللي موجوده عندي في مجال الموهبه الحركيه. انا كمان عندي كان الشهر اللي فات كان اتكرم عندي مجموعه من الولاد في العاب القوى. عندي راما بخيت حصلت على مركز اول وزن وحققت رقم قياسي جديد. عندي خالد ايمن وثب طويل، وعندي سميه محمد ابطال جمهوريه تحت 14 سنه في لعبه العاب القوى. فالمشروع بصراحه ولاد، ونتعشم من الله ان نحط اسم السويس في الاول خالص ما بين ابطال الجمهوريه، ويليها نحط اسم مصر في الاولمبيات القادمه ان شاء الله. اكيد. اشكرك جدا استاذ سماح المهدي، وكيل مديريه الشباب والرياضه.